ريجي شاب عنده 19 سنة بسبب حادثة قديمة كان اتصاب فيها بطلق ناري في ساقه وكان خف منها والحمد لله، ولكن الحادثة دي تسببت في تغيير مسار حياة ريجي بالكامل، وده لما حصل جريمة قتل في نفس الحي اللي بيسكن فيه ريجي. والشاهد الوحيد في القضية وصف الثلاثة اللي قاموا بجريمة القتل وقال ان فيهم واحد بيعرج بسبب ان اخترقت ساقه طلق ناري، وللأسف ان دي كانت نفس مواصفات ريجي. بدون ضمير من الشرطة اتهموا فيها ريجي بالرغم انه مظلوم واتحكم عليه بالسجن لمدى الحياة في واحد من اعنف السجون الامريكية. ومش بس كده، ريجي اضطر ان هو يواجه اخطر مسجون في امريكا وبيلقبوه ال ديابلو، واللي معناها بالاسباني الشيطان، وللاسف اللي كان مصيره القتل. القصه فيها احداث قويه ومثيره وكمان فيها حكمه عميقه جدا، فخليك بقى معايا لحد النهايه علشان نعرف ايه الحكايه. ازيكم عاملين ايه؟ رجعنا تاني من اليوتيوب بعد غيبه طويله، وده للاسف اني فقدت الثقه في نفسي شويه كده. مش عارف ليه حسيت في وقت من الاوقات ان انا مش مرغوب فيا قدام الكاميرا، وحسيت كمان اني بتعب جدا ومجهودي كله غير مهدف، وكل الخطط اللي عاملها بتنهار كل مره ورا مره. في كل فيديو ينزل مش هقول ان هو بيفشل، ولكن بيكون غير المتوقع. بس الحمد لله ان ربنا دايما بيسخر لنا ناس في حياتنا بتدفعنا لقدام، ولكن الامر بجد لما بيتعلق بتقييم الناس ليك بيكون قد ايه صعب. واسف جدا لو كنت طولت عليكم، وخلونا ندخل في الحكايه. في الاول كده هنتعرف على بطلنا ريجي كول. سنه 1985 انتقلت عائله ريجي كول لولايه لوس انجلوس الامريكيه، وطبعا كلنا عارفين كميه الجرائم اللي موجوده في الولايه دي، وده بسبب ان فيها عصابات كتير شغاله في المخدرات والقتل والتزوير وغيره من الجرائم دي. في الوقت ده ريجي كان لسه عنده 10 سنين، وكان عنده اخ اكبر منه اسمه كيني وكان عنده 15 سنه، وللاسف كان فرد من افراد العصابات اللي موجوده في الوقت ده. والعصابه اللي كان منضم ليها كيني كانت عنيفه جدا وكان ليها اعداء كتير. وفي يوم من الايام عصابه من العصابات المعاديه لعصابه كين عملوا هجوم قوي جدا بالاسلحه، وفي الهجوم ده اتقتل كين. وريجي في الوقت ده كان محطم نفسيا بسبب قتل اخوه لانه كان مقرب جدا بالنسبه ليه. ولكن ريجي ما كانش بيحب العنف ابدا، وبيحاول على قد ما يقدر انه يهتم بدراسته علشان يبعد عقله عن اللي حصل لاخوه. ولكن البيئه المحيطه بريجي هتلعب دور قوي جدا في اللي هيحصل له، وبسبب ان ريجي كان متعلق جدا باخوه ورث منه كل حاجه حتى اصدقاء كين. وكل سنه كان ريجي بيبعد عن الدراسه واحده واحده لحد ما قرر انه يسيب الدراسه ويدخل عالم العصابات ويمشي على خطى اخوه. واللي زاد البله طين ان الاسره اتفككت وانفصل ابوه عن امه، وفضل هو عايش مع امه. وغوط ريجي في عالم الجريمه وبقى شغال مزارع قد الدنيا، ولكن مزارع في المخدرات. ده غير انه بقى ديلر وبيبيع الماريجوانا او الحشيش بلغتنا. واول مره هيتقبض على ريكي وهو عنده 16 سنه، واول ما خرج من حبسه ما عداش عليه كتير واتحبس للمره الثانيه، بس المره دي كانت هازة سلاح. بالرغم ان ريجي ما دخلش في اي اعمال عنف مع اي عصابه، ولكن في سنه 1995 اتقبض على ريجي للمره الثالثه، ولكن المره دي كانت في جريمه قتل، وهي قتل واحد من افراد عصابه تانية. والمره دي المحكمه ما سمتش عليه واتحكم عليه بالسجن لمدى الحياه في سجن كاليباتريا، واحد من اعنف واسوا السجون في امريكا. ولبس ريجي البدله البرتقالي وطلع على الباص، واول ما وصل لسجن كاليباتريا اتوتر جدا ريجي واتخض من المنظر اللي هو شافه لما شاف ان الاسوار كلها متكهرباء، وده السجن الوحيد اللي فيه السياج بتاعته متكهرباء، لان هناك بيعادل كل 50 سجين لحارس واحد، فكانوا بيكهربوا السياج علشان ما يكونوش مشغولين بالناس اللي عايزه تهرب من السجن ويبقى المراقبه من داخل السجن بس. بالرغم ان السجن ده فيه اخطر المساجين في امريكا، والسجناء القدام واقفين في الساحه بيتفرجوا على السجناء الجدد اول ما جم، وبعد كده دخلوا كل مسجون على زنزانته. ودخل ريجي الزنزانه ولقى معاه مسجون في نفس الزنزانه، وما حاولش ريجي ان هو يبص له حتى، لان ريجي ما كانش يعرف مين ده وايه هي مدى خطورته، ومش عاوز يعمل لنفسه اي مشاكل، لدرجه انه عدى عليه اسبوع كامل من غير ما يتكلم مع اي حد في السجن خالص، ولا حتى زميله اللي معاه في نفس الزنزانه. وفي يوم من الايام اتفاجئ ريجي وهو نايم بكام واحد من المساجين دخلوا عليهم الزنزانه، وزميله اللي معاه في الزنزانه حاول ان هو يضيفهم ويعاملهم معامله كويسه، وضربوا زميله واغتصبوه. وريجي عمل نفسه نايم علشان ما يعملوش معاه اللي عملوه مع زميله. والغريبه بقى ان زميله ما حاولش ان هو يدافع عن نفسه خالص، والموضوع ده كان بيتكرر شبه اسبوعي. كان يجوا المعلم يعملوا معاه الجلاشه وريجي يعمل نفسه نايم وياخدوا بعضهم ويمشوا. وساعتها ريجي عرف خطوره السجن ده، وكمان عرف ان كل مسجون عامل لنفسه سكينه من اي حاجه معدن عرف يتحصل عليها. وريكي يا عيني ما يحتكمش الا على فرشه اسنان بس، وقرر ان هو برضه هيعملها سلاح، وفضل يبرد فيها بحجر لحد ما خلاها بسن مدبب. وفعلا لو رشقها في اي حاجه هترشق بكل سهوله. واثناء الفسحه اللي بتاخدها المساجين وبيخرجوا لساحه السجن، كان ريجي بيحاول ان هو يراقب الوضع جامد ويفهم الدنيا ماشيه ازاي، وشاف المساجين كلهم عباره عن عصابات، وانه لازم ينضم لاي عصابه علشان يكون محمي في وسطهم. وده بيكون صعب جدا على اي مسجون جديد انه ينضم لاي عصابه، الا بشرط واحد لو هو اثبت قوته وقدرته على القتال، وان هو مش سهل. وما زال بيراقب ريجي العصابات من غير ما يلفت نظر
نظر اي حد ليه، لانه لو لفت نظر حد من اي عصابه هيكون بمثابه حكم الاعدام ليه. واللي خايف ريجي منه حصل، وفي عصابه اخدت بالها منه، واثناء ما كان ريجي ماشي في ساحه السجن لوحده حصرته العصابه دي، وكان زعيمهم ضخم جدا وقرب من ريجي وخنقه وثبته في السياج اللي وراه. وفي اللحظه دي ريجي بيشوف كل السجناء اللي موجودين في الساحه عينيهم عليه، ودار على طول في دماغه العذاب اللي بيتعذبه زميله في الزنزانه، وانه لازم ومجبر انه يعمل ردة فعل سريعه وقويه جدا علشان ما يكونش حد ضعيف قدام كل العصابات اللي موجوده في الساحه، وساعتها هيحصل ليه زي اللي بيحصل لزميله في الزنزانه. وكل التفكير اللي دار في عقل ريجي ده كان في لحظه، وفجاه طلع ريجي فرشه الاسنان وطعن زعيم العصابه في جنبه، لدرجه انه اول ما اتغذى راح بعد على طول عنه علشان ريجي ما يطعنهوش مره تانيه. وكل افراد عصابته خافت ان هي تعمل اي حاجه لريجي ورجعت لورا. وكده ريجي قدر ان هو يحقق هدفه ويبعت رساله لكل مسجون في السجن ان هو مش سهل ومش ضعيف. وابتدت سمعه تنتشر في السجن عن ريجي انه شخص قدر يثبت نفسه قوي جدا، وكمان من الاشخاص الخطرين، وهو اللي اختار ساعتها العصابه اللي هو ينضم ليها، لان اي عصابه في الوقت ده تتمنى ان ريجي ينضم ليها. وانضم ريجي لعصابه اسمها 49، ورحبوا بيه جدا، واختار العصابه دي لانها تشبه العصابه اللي كان هو موجود معاها بره السجن. وكده ريجي قدر يعمل اللي هو عاوزه، انه يحمي نفسه جوه عصابه لان الوقت لسه معاه طويل في السجن. وفي سجن كاليباترا كانت العصابات عددها كبير، ولكن ما فيش عصابه بتخرج بره جناح اقوى رجل في السجن وهو ايدي كلارك، والملقب بإل ديابلو، واللي معناها بالاسباني الشيطان. إل ديابلو ده بقى حكايته حكايه، ويعتبر هو مفتاح الفرج لريجي. السجن بالنسبه له بيته، ومش بس بيته، ده بيكون مصدر رزقه كمان، لان إل ديابلو هو اللي بيهرب المخدرات جوه السجن، والكل بيخاف منه جدا. حتى الحراس كانوا بيعملوا له احترام وبيمكنوه من السلطه دي، وده مقابل الهدوء داخل السجن. وبجد الموضوع اكبر من اللي انا بحكيه، ولكن انا بحاول ان انا اوصل لك صوره على قدر المستطاع. بجد اي مسجون في السجن ده بيحاول يبعد كل البعد عن إل ديابلو، لان اي حد هيواجهه هيكون حكم على نفسه بالاعدام. وبنروح الناحيه التانيه لريجي اللي بنلاقيه مستمتع جدا ومرتاح مع العصابه اللي انضم ليها، وبقى حر الى حد ما، وخلاص ما بقاش في الخوف المستمر اللي كان فيه، وكان بيلعب كره سله معاهم وبيتكلم مع كل السجناء بحريه، وكله كده بقى تمام. ولكن ريجي عارف كويس انه لازم يبعد على قد ما يقدر من إل ديابلو. وتعالوا بقى نشوف فلاش باك عن الراجل ده. الراجل ده عنده 34 سنه، اول مره يخش السجن فيها كان سجن الاصلاحيه وهو عنده 13 سنه، وقتل طفل في الاصلاحيه بسبب ان هو اعتدى عليه. وبعد ما طلع من الاصلاحيه كان عنده 18 سنه واعتدى على ست عجوزه، ولما ابنها حاول ان هو يدافع عنها قتله. يعني الراجل ده ما عندهوش يما ارحميني، واتقبض عليه واتحكم عليه بالسجن مدى الحياه، ويعتبر كده قضى من حياته 20 سنه في السجن. ولقب الشيطان ده فعلا اسم على مسمى. المهم ان ريجي قضى في السجن ده 4 سنين لحد دلوقتي بدون اي مشاكل، وبقى عايش في هدوء، وبقى فعلا متجنب لاي حاجه ممكن تعمل له مشاكل. في الفتره دي اهتم ريجي جدا بالتدريب وبنى جسم كويس، ووجه كل طاقته في العاب القوه، علشان عارف ريجي ان هو هيحتاج قوته في مشواره الطويل في السجن ده. وبقى عنده جسم عضلي وقوي. وفي نفس الوقت ده إل ديابلو كان في النازل، كان بيسكر كتير وبقى مدمن للكحول، وبقى ملهوش امان من حالته المزاجيه المتقلبه. حتى اقرب الناس ليه ما سلموش منه ولا من تقلب مزاجه. وصاحبنا ريجي بعيد عنه كل البعد، ولكن القدر كان محضر مواجهه مباشره ما بين ريجي وإل ديابلو. في اكتوبر سنه 2000 كان كل السجناء في ساحه السجن الخارجيه. واحد من مساعدين إل ديابلو خد حصى من على الارض ورماها على ظهر حارس من الحراس، فقاموا الحراس علشان يأدبوهم ونيموهم كلهم على وشهم في ساحه السجن وايديهم ورا ظهرهم. وهم بيفتشوهم لقى حارس من الحراس سكينه مصنوعه يدوي من اللي بيصنعوها السجناء مرميه على الارض، والسكينه كانت بتاعه زميل إل ديابلو، وده كان اقرب مساعديه وكمان اكتر واحد بيثق فيه. وسالوا الحراس بتاعت مين السكينه دي، وبالرغم ان كلهم عارفين السكينه دي بتاعت مين، ولكن لا احد يجرؤ انه يتكلم او يقول، لان لو واحد قال يبقى حكم على نفسه بالاعدام. وكل المساجين عارفه ان إل ديابلو هيساعد المساعد بتاعه وهيرمي التهمه على اي مسجون من المساجين. وبص إل كل المساجين بيحاول ينقي واحد انه يرمي عليه التهمه، ولفت نظره ريجي لما عينهم جت في عين بعض، وبص إل بعديها للحارس وغمز له على ريجي، واللي معناها انها تخص ريجي يعني. وفي الوقت ده دار في عقل ريجي حسابات كتير، ان لو زادت عليه تهمه حيازه سلاح مش هتاثر عليه كتير، لانه كده كده محكوم عليه بالسجن مدى الحياه. ولكن لو سكت على ده من غير ما يسد تهمه إل ديابلو ليه، هيخسر سمعته اللي بناها، وهيكون فريسه لكل من هب ودب في السجن. ولو نفى ان السكينه مش بتاعته فهيكون كده عدا الشيطان، وده بمثابه حكم الاعدام. فقرر انه يواجه قدره ويعادي شيطان سجن كاليباتريا. وسالوا الحارس السكينه دي بتاعتك، ورد عليه ريجي بنفس الكلمات دي: لا، السكينه لم تكن لي. وبسبب ال5 كلمات دول هتتغير حياة ريجي للأبد. هل للأحسن أم للأسوأ؟ ده اللي احنا هنشوفه مع بعض.
ريجي بعد الكلمات دي اصبح امام المساجين هو عدو الديابلو الاول، وريجي بقى مستني اللحظه اللي هيغدر بيه الديابلو، وبقى ما بينامش بالليل خوفا ان عصابه الديابلو تهجم عليه في اي وقت في الزنزانه. وعدى عليه كام اسبوع وهو في حاله تاهب غير عاديه، وهو مستني اللحظه اللي هيهجم فيها الديابلو. ولما كان بيخرج لساحه السجن ريجي ما كانش بينزل عينيه من على الديابلو، وكان دايما بيحاول ان هو يقعد جنب اي حارس او يكون قريب منه علشان يكون شايفه، علشان ما تحاولش في اي وقت عصابه الديابلو انها تغدر بيه وتعمل فيه اي حاجه. وعدى على نفس الحال ده شهر، وفي نوفمبر سنه 2000 كان ريجي بيتمشى في ساحه السجن لوحده بعيد عن كل السجناء، واخد باله الديابلو منه، وعرف الديابلو ان كده خلاص فريسته جاهزه، ومشي في اتجاه ريجي مباشره. وريجي شافه وهو جاي عليه، وهو مستغرب ان هو ما حاولش يفاجئه، ولكن ماشي وهو قصده قدام الجميع، وريجي بجد ما بقاش عارف يعمل ايه. والديابلو ماشي بسرعه في اتجاهه، واول ما وصل ليه حط ايده الشمال على كتفه وطعنه بكل هدوء في جنبه، وبعد كده خرج السكينه ورماها على الارض ومشي. وريجي بيبص حواليه لقى كل المساجين لفه وشها وكانها مش شايفه اي حاجه. يا راجل ده لدرجه ان الحراس ذات نفسها ما حاولتش ان هي تتدخل. المهم ان ريجي حاول ان هو يضغط على الجرح على قد ما يقدر علشان يقلل النزيف، لحد ما عدى ربع ساعه ورن الجرس ان خلاص الفسحه خلصت وكله هيرجع لزنزانته. والكل بيجمع عند الباب الاول في التفتيش، وبيقف الكل طابور ويتفتشوا واحد واحد قبل الدخول علشان لو معاه اي حاجه وعاوز يهربها. المهم ان اول الطابور بيقف في الديابلو، وبيكون ريجي واقف وراه ب3 أو 4 مساجين وماسك جرحه، وبيحاول ان هو يخفيه عن الحراس، وبيكون كمان معاه سكينه كان دافنها في الساحه علشان لو عايزها في اي وقت. وبدا الحارس في تفتيش الديابلو، وبيلف وبيدي ظهره للحارس علشان يفتشه، وبيبص الديابلو لريجي بكل سخريه وهو بيضحك كده ضحكه استهزاء. ولسه الحارس بيفتش الديابلو، وفجاه بيخرج ريجي من الطابور وبيجري في اتجاه الديابلو ويطعنه في حنجرته. فواقف الديابلو متجمد من الصدمه، وبسرعه اتحولت للحظه الم. وكل اللي موجودين من المساجين والحراس مصدومين من اللي حصل، وبيحاول الديابلو انه يسد الجرح، وكل ما يدوس عليه يتخنق وما بيكونش قادر يتنفس. وريجي على طول بينام على الارض على وشه وبيحط ايديه ورا ظهره وبيزعق بالكلمات دي: انا عارف اللي انا عملته. وبيكون مستسلم تماما علشان الحراس تفهم ان هو مش بيمثل اي خطر على الاخرين. وبياخدوا ريجي بكل هدوء وبيحطوه في الحبس الانفرادي، والسجن كله بقى في حاله تاهب، والحراس بقوا خايفين ان المساجين تعمل فوضى كبيره، ودخلوا كل مسجون في زنزانته وقفلوا عليهم. ودي بتكون جريمه القتل الثانيه لريجي، ولو اتحكم عليه اكيد هتكون اعدام. ولو قدر يقنع القاضي ان هو كان بيدافع عن نفسه، مع ان ده صعب جدا لان كل السجناء شافته وهو بيقتله بدون شجار، هياخد فيها 10 سنين سجن انفرادي، ودي اقل حاجه. و10 سنين ازاي انا مش عارف. كنت قريت عن تجربه قبل كده انه بيحاولوا يعرفوا اكبر فتره ممكن يعيش فيها الانسان جوه اوضه لوحده بدون انترنت ولا شاشه ولا تليفون ولا اي حاجه، ولا اي حد يكلمه ولا اي حاجه، ياكل ويشرب في مكانه والاكل كله موجود عنده، يعني ما بيشوفش حد ولا بيمسك اي حاجه ممكن تسليه، ولا لمجرد القرايه ولا الكتابه. والفتره اللي كان هيقعدها هي 30 يوم بس، وبعدها هياخد $1,000,000، وده كان بشرط ان هو يقعد ال 30 يوم. ولكن بعد 20 يوم استسلم المتطوع، وكان بيحكي عن تجربته انه في اليوم ال15 ابتدت الهواجس تجيله، وابتدى في الهذيان، وبقى يسمع اصوات من عقله الباطن بتنادي عليه، وبقى يعمل حركات كده لا اراديه. وبيقول له المتطوع انه بسبب ال20 يوم دول ما بقاش قادر يعيش حياته تاني. ما بالك بقى بواحد هيتحكم عليه ب10 سنين سجن انفرادي، اكيد حكم الاعدام هيبقى احسن له. المهم ان ريجي خلاص بقى شايف المستقبل قدامه اسود، وان مفيش اي حاجه كويسه هتحصل فيه. ولما الحكومه قدمت ليه لسته بالمحامين علشان يختار محامي يدافع عنه، ما كانش مهتم اصلا وفاقد الامل في اي حاجه، واختار محامي كده عشوائي اسمه كريستوفر لورد. المحامي ده بجد هيكتشف حاجه في قضيه ريجي هتغير كل حاجه في حياته. اللي حصل ان كريس اندمج في ملف ريجي جدا، واندمج في القضيه الاساسيه اللي دخلت ريجي السجن. بص، هو كريس متعين علشان قضيه قتل الديابلو، ولكن القدر شاء انه يظهر الظلم اللي وقع على ريجي، وده من اول ما القدر خلى ريجي يواجه الديابلو. قضيه القتل اللي دخل بسببها ريجي السجن حصلت سنه 1994 قدام بيت الدعاره، وكان الضحيه شاب عنده 29 سنه واسمه فليد. لما حصلت جريمه القتل راح هناك 2 من الشرطه، ضابط وضابطه، وقبضوا عليه لان اولا بيت الدعاره غير قانوني، وثانيا ودي الاهم انهم يستجوبوه في جريمه القتل لانه يعتبر هو الشاهد الوحيد في القضيه. وحكى على كل اللي شافه لانه كان واقف ورا شباك الدور الثاني في بيت الدعاره، وحكى ان فليب جه وركن عربيته جنب البيت ونزل من العربيه واتجه لباب بيت الدعاره، وخبط على الباب وطلب ان هو يقابل شخص جوه، واللي قابله على الباب قال له ان اللي اتصل عليه مش موجود. ففليب رجع للعربيه تاني، هو لسه بيفتح باب العربيه علشان يركب لقى 3 شباب مسلحين طلبوا منه الفلوس اللي معاه، وفليب ما كانش بيعرف يتكلم انجليش فما فهمهمش، فاطلقوا النار على فليب وقتلوه. وبعد كده هربوا ودخلوا جريوا في الشوارع الجانبيه. العلامه بقى
اللي دخلت ريجي السجن ان جون مدير بيت الدعاره قال ان واحد من الثلاثه اللي قاموا بجريمه القتل كان بيعرف، وعلى ما يظن ان جت في رجله طلقه من سلاح اصدقائه او هو اللي ضرب نفسه بالغلط. والصدفه بقى ان الضابطه اللي كانت ماسكه القضيه دي كانت لسه جديده، ويعتبر كده ان دي كانت اول قضيه ليها. فاول حاجه عملتها ان هي جابت كل ملفات المجرمين اللي في الحي ده واللي اتقبض عليهم قبل كده، وكان ريجي واحد منهم، وللاسف كان مطابق للمواصفات، لان زي ما قلنا قبل كده ان جت في ريجي طلقه من زمان وهو عنده 13 سنه في رجليه، وبناء على ده اتهموا ريجي بجريمه القتل واتحكم عليه بالسجن مدى الحياه. ولما المحامي اتعمق في القضيه لقى ان ريجي مظلوم وان هو يخرج من القضيه بكل سهوله، وطبعا كان في الحكم، واخد 3 سنين يثبت فيهم للمحكمه ان ريجي ملهوش اي علاقه بجريمه قتل فليب. والاثباتات كانت منطقيه جدا، وده لان الرصاص اللي داخل جوه جسمه داخل من زاويه عاليه، وده بياكد ان اللي قتله استحاله يكون واقف في نفس مستوى الشارع اللي هم واقفين فيه، وده بياكد ان الطلقات اللي قتلته كانت جايه من دور عالي، يا اما من البيوت القريبه ليهم يا اما من البيت اللي هم واقفين قدامه بيت الدعاره، من الدور الثاني اللي كان واقف فيه جين جونز مدير بيت الدعاره، وكمان بنسبه كبيره هو اللي قتله وهو اللي اخترع الحكايه الوهميه دي علشان يبعد كل الشكوك عنه، لان ما كانش فيه اي بصمات موجوده في مسرح الجريمه ولا اي حمض نووي. ده غير ان هو اعتذر عن الشهاده في المحكمه وقال انه حكى للشرطه كل اللي هي عايزاه، وده مقابل ان هم يسيبوا بيت الدعاره شغال بطريقه غير قانونيه. والدليل الثاني بقى وهو اقوى من الدليل الاول هو جرح ريجي اللي في رجله من الرصاصه، وده الدليل اللي دخل بسببه ريجي السجن. كان جرح قديم لما اتصاب، لان ريجي لما اتصاب بالجرح ده كان عنده 13 سنه، يعني قبل ما يتسجن ب5 سنين. واكيد الشرطه لما شافت الجرح عرفت اللي هو قديم، لان اكيد دي طلقه مش هتخف في يوم وليله يعني. ده غير ان ريجي اصلا ما كانش بيعرف، والظاهر كده ان الضابطه اللي كانت ماسكه القضيه كانت عايزه تقفلها بسرعه علشان تثبت كفاءتها من اول قضيه مسكتها، وبما ان ريجي كده كده فرد من افراد العصابه فما اهتمتش ان هو يتسجن. وريجي حاول كتير انه يثبت ان هو ما قتلش ولكن بدون اي جدوى، لان القدر كان مخبي له حاجات احسن بكتير. وكريس اخد فتره كبيره جدا في اثبات براءه ريجي من قضيه قتل فليب، وطول الفترة دي ريجي كان محبوس في الانفرادي بعد ما قتل إل ديابل، ورفع كريس القضية للمحكمة مرة تانية. واخيرا ريجي اخد براءة في قضية قتل فليب الاساسية اللي دخلته السجن، وفي قضية إل ديابلو نزلوا التهمة من جريمة قتل متعمدة لجريمة قتل دفاع عن النفس، واتحكم على ريجي فيها بالسجن لمدة 10 سنين في الانفرادي. وطبعا كان الحكم في القضية كان اخد وقت طويل جدا، يعني ريجي كده كان مقضي من 10 سنين دول حوالي 8 سنين، وكان باقي له سنتين بس ويخرج خالص. وبعد ما قضى ريجي السنتين وخرج اخيرا من السجن سنة 2009 بعد ما قضى 16 سنة في السجن، 10 منهم في الحبس الانفرادي. كان فرحان جدا انه صحى من الكابوس ده، وبعد فترة قرر ان هو ياخد حقه من الحكومة الامريكية. واخيرا في 2017 اخد ريجي تعويض 5.2 مليون دولار، يعني 5 مليون و200 الف دولار، واخدهم من ولاية لوس انجلوس. واكيد ان الفلوس دي مهما كانت قد ايه مش هتعوض ريجي عن اللي حصل له في السجن ولا عن ال10 سنين الانفرادي، ولكن الفلوس دي على الاقل هتخليه مرتاح ماديا شوية علشان يبدأ حياة جديدة. وفي القصة دي عبرة قوية جدا ان مهما كانت الظروف اللي في حياتك مظلمة، نظرتنا ليها كبشر ما بتكونش صحيحة. حياة زي دي ما فيهاش ذرة امل، ولكن خرج الامل من نفس العناء، بمعنى ان مواجهه ريجي لإل ديابلو كانت بالنسبه له عناء، ولكن هي كانت مفتاح زوال كل العناء. وبكده وصلنا لنهايه القصه اللي يا رب تكون عجبتك. ويا ريت بقى ما تحرمناش من اللايك والاشتراك في القناه وتفعيل زر الجرس علشان يوصلك كل جديد من عندنا. وسلام.